فرخة يا جماعة ب 120 جنيه زي ما انتوا شايفين. فرخة اهي ب 120 جنيه اهي طالعة لوجه الله يا جماعة. فرخة جميلة جدا وبيضة وهناكل منها والله العظيم. عشان ما حدش يقول ان احنا بنجيب للناس اي فراخ اي كلام ومنقيينها وشايلينها بايدينا. فرخة ب 120 جنيه عشان الناس الغلابة المساكين، ولا منفوخة مية ولا ملعوب فيها ولا فيها اي كلام، وبيضة شقة اهي. وهنا عند الحاجة ام السيد بتبيع فراخ 100% ولا مغشوشة ولا لا في الغش ولا لا في ضرب المية ولا عندهم بسامات ولا عندهم أي كلام. والميزان هنا حلال. وبيع الفراخ ب5 جنيه زيادة فوق سعر المزرعة يا جماعة. يعني الشقة تخسروا. بيصمت الفراخ اهو زي ما انتوا شايفين، وهتتحط في المكنة اهي. ده بنعمل كتير قوي مع بعض. كب ميه كب. اهي الفراخ بتاعتنا يا جماعه بتتخبط جوه المكنه. اهي بتخش بطن المكنه قبل ما تخش الفرن زي ما انتوا شايفين اهو. ولا فرخه متكسره ولا فرخه متقشره. حاجه قشطه والصلاه على النبي. فراولة اهو يا جماعة. الفراخ بعد ما اتنضفت فراولة. فرخة سوبر السوبر ولوز لوز. فرخة كيلو ونص 600 700 اهي على الميزان زي ما انتوا شايفين اهي. فرخة جميلة. مشكلة لو انا هنزل لك وانت هتتابع. فرخة يا جماعة ب 120 جنيه الفرخة ببعضها اهي زي ما انتوا شايفين. واخدين منها للبيت عندنا عشان الناس الكذابين اللي بيقول لك فراخ مضروبة. هناكل منها زينا زي الناس اللي هتاكلها لوجه الله. ايه دي بقى؟ النبي وهو شغال. عشان صلى على النبي. طلع شاطر لامه مش ابوه خايف. ابوه خايف. لا صلاح لا، اسأله كده يا عم فراخه كمان. ده انا ابويا اجدع راجل في جماعة الدنيا. اهو. ها؟ ده انا ابويا اجدع راجل في الدنيا. صلى على النبي. الله اكبر. طبعا لازم يكون اجدع راجل في الدنيا. نانات ماشي. ما انت ما عدتش العيد بتاعنا لا معلم. ايوه. لا انا ابويا مبسوط يا بسم الله ما شاء الله. بوظت الشباب على حريمه. لا ما هو بايظ. هو هيفوز على حاجة. والله مش كمان قسما بالله قاعدين ما بعنا فرختين والله يا حاج عم. من بعد ما جينا ما لقيناش فرخه بيضه وفرختين حد نايم خالص. الشارع اصلا بتوع الخضار والفاكهه كمان واقفين ما شاء الله. طلع منهم بقى 260 جنيه حتى عبدول الفرختين اللي بتاعه. اوه يبقى ايه؟ اي والله. يا حاج ده اللي حصل فعلا. مفيش شغل. بقول لك بتوع الخضار والفاكهه نفسهم حالهم وقت. انت عندك ثلاجة هنا؟ تعمل فيها حاجة. يعني انا لو اديتك مثلا قفص تنضفه وتكيسه تعمله باجي اخده منك بس مش دلوقتي، اجي اخده اخر النهار. الحاج ايه؟ ماشي بس اخر النهار. حاجة مالي. طلع على والدتي. ما هو من دمير. يبقى بدل ما اوزع اروح اجيب من دمير عشان ادي الناس بتوع الطبخ خلاص. يعني اجيبهم دلوقتي؟ خدهم دلوقتي نزلهم بدل ما نودي ونجيب بقى. ونعبيهم ولا اخدهم محوشين؟ دوم يعني اجهزهم ولا اخدهم الصبح؟ ساعه ولا حاجه وكده ونمشي. ناخدهم الصبح تاني. ولا تسيبهم ايه؟ ما تمشي 7 الصبح؟ لا ده انا هجيلك 7 بالله مش هينفع. 7 بالليل ما بنبقى هنا. احنا بنيجي هنا 5 ونص 6. بالليل. بنيجي المغرب احنا لا بالنهار. لا بالنهار.
يعني مثلا كل تيجي بقى تخش معاه في الكبد والقوانص عشان نخلص كده بقى. ماشي هتاخد حاجه ان شاء الله. على كل بيت. سلكها هي على طول هفتح الضوء كده كده سلكها. تعالى خد 2 جنيه هات له 4 اكياس من البيت. بقول لك ايه، احنا واقفين ليه؟ ما انا ما انا كده كده ابي بينضف بسم الله تنظيف بسم الله ما شاء الله. كله كده 27. فرخة يا جماعة ب 120 جنيه زي ما انتوا شايفين. فرخة اهي ب 120 جنيه اهي طالعة لوجه الله يا جماعة. فرخة جميلة جدا وبيضة وهناكل منها والله العظيم. عشان ما حدش يقول ان احنا بنجيب للناس اي فراخ اي كلام ومنقيينها وشايلينها بايدينا. فرخة ب 120 جنيه عشان الناس الغلابة المساكين ولا منفوخة مية ولا ملعوب فيها ولا فيها اي كلام وبيضة شقة هي. وهنا عند الحاجة ام السيد بتبيع فراخ 100% ولا مغشوشة ولا لا في الغش ولا لا في ضرب المية ولا عندهم بسامات ولا عندهم أي كلام. والميزان هنا حلال. وبيع الفراخ ب5 جنيه زيادة فوق سعر المزرعة يا جماعة. يعني الشقة تخسرهم. اللي عايزه يروح تاني حاجه. ها؟ العيشة يروح يتوزع على البيوت. مش على الله. ماشي عملتهم وزع الله بقى يا حاج. اهو. اليوم على الله. على السكريه والفص والزبديه والعواس. ده انا ريت المسؤول بتاعك ده اتبسطت من دلوقتي. هو المحل التاني ده بتاعك؟ بتاعنا بتاع ابوها. والله؟ بتاع الحاج. الجيل بتاعنا رايح فين؟ في الدنيا الواسعه. ربنا يلطف بينا يا ابني والله. هو برضه ربنا طب يرحمنا ورحمه. الدنيا عامله ايه في الازمه دي؟ الدنيا صعبه يا حسن يا ابني. الدنيا صعبه هنعمل ايه يعني؟ ربنا يطلع لنا وخلاص. ولا حد بايده حاجه والله. كله يا ابني بيتعذب وكله بنقول يا رب، بنصلي ونقول يا رب رحمتك علينا وخلاص. ايه رايك يا عم حسن؟ بإرادة ربنا وبرحمة ربنا علينا بإذن الله هنعدي منها إن شاء الله. لأن هو ربنا سبحانه الله وتعالى غفور رحيم وهيرحم عبده بإذن الله إن شاء الله. صح. هنعمل ايه في الازمات اللي قاعده بتمر بسرعه دي؟ هنعمل إيه؟ يعني الحمد لله هنقول الحمد لله ونشكر ربنا. طب والفراخ اللي بتموت وكل شويه نفرين يموتوا، قفصين يموتوا. دي بقى بتاع ربنا يا حسن، دي بتاع ربنا الموت ده. طب دلوقتي الفراخ لما بتتعرض للشمس كتير بتموت. أيوة. بتفرد وبتموت. عشان دي أصلا فرخة دنماركية بتيجي استيراد من بره، الحرارة بتبقى صعبة عليها فبتموت. طب واحنا هنعمل ايه عشان نغطي البتاع دي؟ نغطي ايه؟ نغطي الاقفاص عشان الشمس ما تجيش على الفراخ. هو انت بتحمل بالنهار يا حسن؟ احنا بنحمل لا، بالليل. في ناس بيفضلوا ماشيين بقى في الطريق وبيبقوا واخدين بالليل، بس بالنهار بقى بيبقوا لسه ماشيين في الطريق. يفرد عليه المشمع قاعد يتكلم في التليفون ويهويه عشان يخش لها هوا. سامعين يا جدعان؟ أيوة. نقفل عليها المشمع نفرد عليها المشمع ونفرد عليها المشمع ونهويه عشان ونهويه. الهوا يخش لها، ما تتكلمش برضه. بالنسبة ان احنا تجار قدام وعارفين يعني يغطي على المشمع عشان الشمس بس يهويه. ممكن يحط عصاية كده من النص عشان طب احنا هنعمل ايه في الأزمة الاقتصادية اللي مسكنة دي؟ هنعمل ايه؟ هنقول الحمد لله، هنقول الحمد لله وهو ربنا غفور رحيم يرحمنا برحمته الواسعة وهو قادر على كل شيء، ما بيخلقش عبد وبينساه. هو ربنا بيخلق عبد وبينساه يا حسن؟ طبعا لا.
ربنا سبحان الله وتعالى ما بيخلقش عبد وبينسى يرضى. طب لو في فراخ كتير بتموت قوي وبالليل كمان كده ده بقى. بيبقى عيب مثلا من التكييف، عيب من الدفاية كان زادت، التبريد بتاعها زاد، ده بيبقى عيب من مزرعة.